هم عنوان الرجولة والبطولة والفداء، هم صخرة في جبل الكبرياء تتحطم عليها أحلام أعدائهم، هم الأسود حين تذود عن الحدود. أي إنسان يرفع السلاح على الجيش بلا أي رحمة ولا تردد. ما جاءهم قادم بشر إلا أكلوه كما تأكل النار الحطب. والله لن ينال منا أحد، لأن ربنا موجود فوق وإحنا بنحاول نراعيه. والثقة كنزهم، ثقة في الله سبحانه وتعالى ثم في أنفسكم. والصبر رداؤهم، العلم سلاحهم، المعرفة رأس مالهم، الجهاد خلقهم. بقى مصر اللي نور ربنا سبحانه وتعالى يتجلى على جزء من أراضيها، حد يقدر يضيعها؟ وشعارهم النصر أو الشهادة. فمن يكونون وإلى أي جيش ينتمون؟ إلى جيش مصر. فمن هو جيش مصر؟ هو أقدم الجيوش وأعرقها، وأسطورة المعارك في كل العصور والأزمان. الجيش المصري ده أسطورة وطنية، زي ما بقول كده، أسطورة وطنية. هو خير أجناد الأرض وأشجعهم. الجيش المصري، الجيش المخلص، الجيش الشريف، جيش مصر قادر على أنه هو يعمل بجد المستحيل. هو جيش يجري في عروق رجاله دم ينبض بحب مصر. العلاقة الخاصة اللي بين الجيش المصري وبين الشعب المصري علاقة بتحسد عليها مصر. العلاقة الخاصة، الحب الحقيقي، الثقة الكبيرة اللي موجودة بين الشعب المصري وبين الجيش المصري، دي في دول كتير بتقول اشمعنى البلد دي كده؟ ايه الحكاية الغريبة جدا اللي بين المصريين، جيشهم وشعبهم؟ هو الضمير الحر للوطنية المصرية. يخطئ من يعتقد أنه بأي حال من الأحوال يمكن الالتفاف أو الاختراق لهذه العلاقة الراسخة في وجدان الجيش مع شعب مصر العظيم. ونور لشعبه وأحبائه. ربنا يا رب يجعل جيش مصر دايما في السماء بيكم، ويجعل دايما جيش مصر حامل مصر وحامل لشعب مصر. هو جيش لا تبطش يداه إلا بالحق. عمر الشعب المصري أبدا ما هيفزع ولا يروع طول ما احنا موجودين واقفين على رجلينا بنحميه وبنحفظه بفضل الله سبحانه وتعالى. جيش مصر، جيش مصر العظيم المخلص الأمين الحريص جدا على بلده ووطنه وترابه، وكمان على ناسه، على المصريين كلهم. هو الجيش الذي يحمي ولا يهدد، يصون ولا يبدد. الأمن القومي مش بس يقتصر فقط على الاستعداد العسكري للدفاع عن الدولة، لا، قد يكون أحيانا مطلوب كمان للدفاع عن الدولة إن حجم التنمية ومعدل التنمية يبقى ضخم. هو جيش يحمل السلاح ويشارك في العمران والبناء. هو جزء لا يتجزأ
من نسيج شعب مصر. دايما الجيش المصري متماسك. ليه متماسك؟ لأن الجيش المصري بيعبر عن نسيج الشعب المصري كله. هو جيش بيعبر عن كل المصريين بكل البساطة اللي بتعنيها هذه الكلمة. هو جيش لا يتخذ قراراً إلا إذا كان نابعاً من إرادة شعبه. إرادة الشعب المصري وحده هي التي تحكمنا ونحترمها ونرعاها بكل تجرد ونزاهة وشرف ودون تزييف. كل يوم في شهداء في مصر عشان خاطر مصر، فبرضه اسمحوا لي ان احنا نوجه لهم التحية، وانا اوجه لهم التحية العسكرية الحقيقة يعني لهم جميعا، واوجه لكم انتم كمان التحية على اللي بتعملوه. انتم كلكم، كل ضابط وكل صف ضابط وجندي في الجيش وفي الشرطة واقف في الشارع عشان خاطر يحمي مصر وعشان خاطر يحمي أهل مصر. هو جيش ترتفع هامات رجاله لأنهم على الحق المبين. نحن على الحق المبين. نحن على الحق المبين. لازم يكون عندكم ثقة في الله قبل كل شيء، ثم في أنفسكم، ثم في جيشكم وفي الشرطة المدنية. لازم يكون عندكم ثقة إن إحنا إن شاء الله قادرين، إن شاء الله قادرين على العبور بمصر للاستقرار وللأمن والسلام والتقدم. هو جيش يساند شعبه في كل المحن والأزمات. بقت مصر وأهلها في رقبتنا، في رقبتنا كلنا. هو بسالة المقاتل وشجاعة الفرسان. هذا هو جيش مصر، وهؤلاء هم رجاله الذين يدركون جيداً أنهم ينتمون لوطن أبي وشعب عظيم. لن تقوم مصر إلا بأبنائها، عشان الولد اللي الصغير ده يبقى ليه مستقبل. البنوتة الجميلة ديت ما يقولش إن إحنا أهملنا فيهم. حب الوطن مش كلام. لا هم لهم ولا هدف سوى تغليب المصلحة العليا للبلاد. هو حائط وسند يحفظ الديار. صحيح الجيش هو الحيطة اللي سند الدار، والدار مصر. وصحيح ربنا يحفظ الجيش ويعينه، لأنه هو اللي بفضل الله سبحانه وتعالى ربنا جعله سبب في أنه يحمي مصر من الشر. كل الشكر ليكم على كل شيء بتعملوه لمصر، الأمن والأمان والاستقرار. واسمحوا لي ان انا اطلب منكم ان انتم توجهوا التحية بالنيابة عني وعن مصر للجيش من فضلكم لو سمحتوا. فمصر العريقة تستحق أن يبذل من أجلها الغالي والنفيس. فتحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر. احنا فينا الروح يا بلدنا في لبنان، ومعانا فين ما نروح.
هم عنوان الرجولة والبطولة والفداء، هم صخرة في جبل الكبرياء تتحطم عليها أحلام أعدائهم، هم الأسود حين تذود عن الحدود. أي إنسان يرفع السلاح على الجيش بلا أي رحمة ولا تردد. ما جاءهم قادم بشر إلا أكلوه كما تأكل النار الحطب. والله لن ينال منا أحد، لأن ربنا موجود فوق وإحنا بنحاول نراعيه. والثقة كنزهم، ثقة في الله سبحانه وتعالى ثم في أنفسكم. والصبر رداؤهم، العلم سلاحهم، المعرفة رأس مالهم، الجهاد خلقهم. بقى مصر اللي نور ربنا سبحانه وتعالى يتجلى على جزء من أراضيها، حد يقدر يضيعها؟ وشعارهم النصر أو الشهادة. فمن يكونون وإلى أي جيش ينتمون؟ إلى جيش مصر. فمن هو جيش مصر؟ هو أقدم الجيوش وأعرقها، وأسطورة المعارك في كل العصور والأزمان. الجيش المصري ده أسطورة وطنية، زي ما بقول كده، أسطورة وطنية. هو خير أجناد الأرض وأشجعهم. الجيش المصري، الجيش المخلص، الجيش الشريف، جيش مصر قادر على أنه هو يعمل بجد المستحيل. هو جيش يجري في عروق رجاله دم ينبض بحب مصر. العلاقة الخاصة اللي بين الجيش المصري وبين الشعب المصري علاقة بتحسد عليها مصر. العلاقة الخاصة، الحب الحقيقي، الثقة الكبيرة اللي موجودة بين الشعب المصري وبين الجيش المصري، دي في دول كتير بتقول اشمعنى البلد دي كده؟ ايه الحكاية الغريبة جدا اللي بين المصريين، جيشهم وشعبهم؟ هو الضمير الحر للوطنية المصرية. يخطئ من يعتقد أنه بأي حال من الأحوال يمكن الالتفاف أو الاختراق لهذه العلاقة الراسخة في وجدان الجيش مع شعب مصر العظيم. ونور لشعبه وأحبائه. ربنا يا رب يجعل جيش مصر دايما في السماء بيكم، ويجعل دايما جيش مصر حامل مصر وحامل شعب مصر. هو جيش لا تبطش يداه إلا بالحق. عمر الشعب المصري أبدا ما هيفزع ولا يروع طول ما احنا موجودين واقفين على رجلينا بنحميه وبنحفظه بفضل الله سبحانه وتعالى. جيش مصر، جيش مصر العظيم المخلص الأمين الحريص جدا على بلده ووطنه وترابه، وكمان على ناسه، على المصريين كلهم. هو الجيش الذي يحمي ولا يهدد، يصون ولا يبدد. الأمن القومي مش بس يقتصر فقط على الاستعداد العسكري للدفاع عن الدولة، لا، قد يكون أحيانا مطلوب كمان للدفاع عن الدولة إن حجم التنمية ومعدل التنمية يبقى ضخم. هو جيش يحمل السلاح ويشارك في العمران والبناء. الحق المبين
نحن على الحق المبين. لازم يكون عندكم ثقة في الله قبل كل شيء، ثم في أنفسكم، ثم في جيشكم وفي الشرطة المدنية. لازم يكون عندكم ثقة إن إحنا إن شاء الله قادرين، إن شاء الله قادرين على العبور بمصر للاستقرار وللأمن والسلام والتقدم. هو جيش يساند شعبه في كل المحن والأزمات. بقت مصر وأهلها في رقبتنا، في رقبتنا كلنا. هو بسالة المقاتل وشجاعة الفرسان. هذا هو جيش مصر، وهؤلاء هم رجاله الذين يدركون جيدا أنهم ينتمون لوطن أبي وشعب عظيم. لن تقوم مصر إلا بأبنائها، عشان الولد اللي الصغير ده يبقى ليه مستقبل. البنوتة الجميلة ديت ما يقولش إن إحنا أهملنا فيهم. حب الوطن مش كلام. لا هم لهم ولا هدف سوى تغليب المصلحة العليا للبلاد. هو حائط وسند يحفظ الديار. صحيح الجيش هو الحيطة اللي سند الدار، والدار مصر. وصحيح ربنا يحفظ الجيش ويعينه، لأنه هو اللي بفضل الله سبحانه وتعالى ربنا جعله سبب في أنه يحمي مصر من الشر. كل الشكر ليكم على كل شيء بتعملوه لمصر، الأمن والأمان والاستقرار. واسمحوا لي ان انا اطلب منكم ان انتم توجهوا التحية بالنيابة عني وعن مصر للجيش من فضلكم لو سمحتوا. فمصر العريقة تستحق أن يبذل من أجلها الغالي والنفيس. فتحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر.